ما حبيتها منك يا رونالدو الظاهرة، يا ساتر. ما حبيتها منك يا ظاهرة، ما حبيتها منك والله. رونالدو الظاهرة بيحكي عن السنة الوحيدة التي لعبها في برشلونة. بيقول هذه السنة كانت فيها سعيد، أحببت المدينة، أحببت النادي، أحببت المشجعين، حققنا أرقام، سجلت، صنعت، كنا منسجمين، كان في تعاقدات جديدة قادمة، كنا حنحقق فيها ألقاب وحنعمل العجب مع برشلونة. والله العظيم هذا الكلام كيف بدي أقوله ما بعرف. المهم، بقول رحنا اجتمعت انا والاداره قبل باسبوع، كان في اتفاق شفهي على التجديد على الراتب، كله كان تمام، الاداره كانت سعيده، انا كنت سعيد. ولكن قبل بساعات قليله بدي الا الاداره بتقول لي رونالدو للاسف لا نستطيع انه نستمر معك ونوقع. بقول احبطت من الداخل. صديقتي بهذاك الوقت احبطت لانه كنا سعيدين مستقرين في برشلونه، ولكن كان في عقد من انتر ميلان. وسنة ممتازة جدا قضيتها في برشلونة، كنت حابب انجح في برشلونة. وريال مدريد يا ظاهرة، وريال مدريد يا ظاهرة. السلام عليكم.